أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. والله يا رب خلص، والله يا رب خلص. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هاي الدخنة، هاي الدخنة، هاي الدخنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله. يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ساتر يا رب. وين هاد الهواية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين إنه إحنا بخير وسلام، وربنا كتب لنا عمر جديد. طبعا امبارح كنت يا جماعة أطبخ على النار وصار قصف جنب بيتنا، والحمد لله ربنا سلم الجميع. كانت صوت الضربة قوية كتير لدرجة صار ما في بطل حدا في الشارع. أنا طلعت على البرندة يشوف التاني من كتر الدخان وريحة البارود. صارت كأنها ضباب، محدش شايف التاني يعني. صرنا نقرأ قرآن وريحة البارود كانت مش طبيعية. طبعا أنا هنا عندي في غرفة النار حطينا إحنا شادر. لولا الشادر يعني هذا شايفينه، هذا الشادر لو الدخان وكله أجى على الأكل اللي أنا كنت طبخه. هذا حمالي اللي أنا كنت أعمله. الشادر هذا زي ما انتم شايفين، هذا كان شباك برندة، شباك برندة هنا كان فرح مع القصف ومع الحريق. انتم عارفين بيتي محروق، بيتي محروق. فهذا الحمد لله رب العالمين انه حما ما جاش لا غبرة ولا اشي ولا دخان ولا اي حاجة. رغم هيك كان في اصابات، الاسعافات كانت شغالة. انا مع التوتر ما كملتش تصوير فتعبت. حتى الطبخة اللي طبختها انا لا ما صورت، يعني صورتها لكن ماليش نفس اني انزلها ولا اصور. ان شاء الله فيديو تاني يكون كله تفاؤل وكله هيك نشاط وانزله لكم. هذا الخبز انا بنشفه يا جماعة، هذا اللي بزيد تعرفين بالرضا. يا ساتر، هذا الخبز زي ما شايفين بنشفه على الشباك. في لجاجات بحطوه بمية وببللوه، يعني ببعته لناس، او مرات بقولوا احرقوه في النار. اللي بيعرف هذه المعلومة اكتب لي في التعليقات عشان الخبز ما يرتميش يا جماعة. هذه نعمة ربنا. اشتركوا يا جماعة في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد أنا بنزل. قناة ام يزن وبناتها من غزة. بتشكر متابعين اللي بعلقولي على الفيديوهات. أنا يا جماعة بطلب منكم تنشروا قناتي. من المتابعين اللي بتابعوني قناتي فيها مشتركين كتير عدد، لكن عندي المشاهدة قليلة جدا جدا. أتمنى همتكم معايا. والعيد على الأبواب يا جماعة، كل عام وانتم بخير. عيد فطر سعيد علينا وعليكم، وإن شاء الله يا رب يجي العيد على الشعب الفلسطيني وتكون الحرب مخلصة. لأنه إحنا هاي السنة الثانية منحسش في أجواء العيد وفرحة العيد اللي إحنا منعيشها. وإن شاء الله اليوم نسمع أخبار حلوة يا جماعة، لأنه إحنا للأمانة تعبنا كتير. المعبر مسكر، كل حاجة عنا مسكر. إحنا مش زي أي دولة بتعيش حياتها الطبيعية ولا أي إشي. زهقنا من الحياة هذه. عشنا في الجنوب سنة ونص في الحرب، ورجعنا هنا على غزة برضو بالحرب. ادعونا معاكم، وإن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب نفرح فرحة العيد معانا ومعاكم في يوم واحد يا رب. كل الدول توقف مع الشعب غزة. خلص تعبنا يا جماعة، تعبنا يعني مش قادرين نتحمل العيشة اللي احنا عايشينها. يعني كل اشي صعب عنا في الحياة، صعب جدا جدا جدا.
والله العظيم أنا واحدة من الناس تعبت، يعني هوا أنا ما كل مال هالدنيا بتسكر بتسكر بتسكر، كل إشي سكروه، يعني مش عارفة يعني لوقتيش يعني الحال بده يضله هذا لوقتيش. والحمد لله على كل حال. اشتركوا في القناة وحطوا لنا لايك يا جماعة. ام يزن وبناتها من غزة. شكرا على المتابعة.